السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده هنكمل باقي الجولة بتاعتنا وهنشوف الحاجات المميزات بتاعت الاماكن، وهنشوف برضو ايه الحاجات اللي عملناها هنا. طبعا كنا رحنا بقى المركب، انتم شايفين كده جميل المية وروعتها. المية صافية وجميلة، ويعني تحسي كده ان انت عايز تطلعي من المية حلوة قوي قوي. كنا هنا ركبنا خلاص المركب، وبعد كده اهوت هنلبس طبعا الجاكيت اللي هو بتاع الامان ده. وطبعا لما يكون معاكي اطفال بتحاولي ان انتي تاخدي لهم عوامات او حاجات لامان يعني ليهم، او زيادة امان ليهم. هنا كان معايا بنوتي، طبعا هي مبسوطة قوي. وكنا طبعا احنا طالعين من البسين على البحر، فعشان كده تلاقينا منكشين يعني برضه. ده كان اخويا معايا، كنا بنحاول ناخد صور كده على المركب مع بعض، وقال لي تعالي اصورك في الحته دي فانا مبسوطه قوي. بس هنا كنا جزء من العيله، يعني مش كلنا، اخويا واختي وبنوتاتي الاتنين وابن اختي حبيبي. وهنا طبعا بسين بقى، انا بحاول اجيب لكم اكتر الحاجات. دي بنوتي، انا ما حاولتش اجيب يعني الاطفال التانيين، بحاول اني اغطي عليهم. بس كان في متعة بصراحة، لأن كان في أكتر من بسين في المكان، لأكتر من عمر يعني، الأعمار الصغيرة والأعمار المتوسطة. هنا بقى أنا هون في البحر بريكو بقى، كنت مستمتعة بالمية استمتاع غير عادي. هنا الشكل أو المنظر بالليل، شايفين بالليل بصراحة روعة جدا جدا. طبعا لو خرجنا كمان من الناحية التانية اللي هي ناحية البحر، في كافيهات شغالة بالليل وكده. بس انا ما روحتش من الناحية التانية، انا رحت مارينا 4 ومارينا 5 و7، ومشينا يعني هناك واكلنا وكده. هقول لكم تقدروا تجيبوا على فكرة في هناك تقدروا تجيبوا سندوتشات فول وفلافل، تقدروا تجيبوا فلافل وفول وعيش، تقدروا تجيبوا جبنات وحاجات. كارفور اللي في قلب بورتو بيبيع نفس الاسعار بتاعت بره، ما فيش ابدا اسعار اكتر. هو طبعا الكافيهات والحاجات اللي هي موجودة هناك، هي دي اللي بيكون اسعارها شوية اكتر. في طبعا الكافيه اللي انا كنت قاعدة عليه ده اسعاره زي اسعار اسكندرية بالظبط. في الكافيه التاني اللي هو في وشه على طول، يعني اسعاره اعلى شويه. بس ده كمان متواجد حتى ده في اقصد ان اسكندريه. كل كل مكان في الغالي وفي الرخيص، في الحاجات المتوسطه. انتي تقدري تاخدي اكل معاكي وتحطي مثلا في حاجه او كده تحفظيه قبل ما تروحي وتعمليه. بس احنا بصراحه انا بحب ان احنا نكون طالعين يعني اجازه اجازه. دي حواوشي ودي توميه، وكان في اكل تاني انا ما صورتش كل الاكل طبعا. ده رز بلبن عند اللي هو ابو اللي هو بلبن. طبعا في حلويات بقى، وفي صابر، وفي عصير مكة، في حاجات كتير قوي قوي. الحاجات بصراحة في واحد اللي هو بتاع المشويات ده اللي اسمه أبو مازن، أسعاره حلوة جدا وحاجته نضيفة قوي قوي. هو بس المشكلة الوحيدة اللي عنده بصراحة ان هو بيتأخر عبال ما بيعمل الاوردر، يعني الاوردر شوية مش بيكون سريع. بس بصراحة الحاجة بتاعته نضيفة واسعاره حلوة ومعقولة. في سندوتشات، في حاجات كتير قوي. يعني انتي هتروحي الرحلة دي، ممكن تروحي بس عاملة حسابك على الحاجات بتاعة الطريق وبس. طبعا تاخدي معاكي ترمس، هتاخدي معاكي براد، الحاجات يعني اللي انت ممكن تحتاجيها. طبعا تاخدي مثلا كولمان، لكن لو انت نازله مثلا في مكان زي ده مش هتحتاجي الكلام دوت، لان انت ممنوع اصلا في البحر من الناحيه التانية ان تاخدي معاكي مأكولات او مشروبات. بالكتير قوي ازازه ميه لو معاكي اطفال او لو معاكي حد يعني كبير او كده. فهو ده اللي هيعدوكي بيه، لكن مشروبات او مأكولات مش هيعدوكي بيها. طبعا مش بتحتاجي في المكان ده، لان كده كده البحر بيخلص الساعة 7، فهترجعي وتاكلي في الشاليه بتاعك، او تخرجي بره وتاكلي زي ما انت عايزه. ممكن تكوني عامله اكلات ومجهزاها على التسويه. ممكن تاخدي معاكي شوايه وتشوي مثلا لحمه، تعملي كفته، تعملي اي حاجه، تاخدي حاجات سريعه قوي تعمليها همبرجر، حاجات يعني ديت تقدري تاخديها معاكي وتعمليها.
هنا كنت بوريكم بقى اللي هي المنيو بتاع طاولة ده. دي الكافيه اللي قعدت عليه الناحية التانية، طبعا قبليها كنا قعدنا على كافيهات تانية. انا بس بجيب لكم، بحاول اجيب لكم الاسعار بتاعه الحاجات، او اقول لكم ايه الحاجات اللي تكون في متناول الجميع. هنا البحر بقى، شايفين ده مكان رائع، كان هادي قوي قوي، وبالذات الصبح كل الناس طبعا بتسهر وكده، فالصبح بيكون المكان هادي والمية جميلة، وبتكوني يعني مستمتعة جدا بالمية، مفيش زحمة. وده أحلى ما موجود في المكان، إن هو مفيهوش ولا القلق على الأولاد ولا الكلام ده كله. شايفين بقى الصورة، أنا كنت مستمتعة قوي بالجو، وكنت مبسوطة جدا بالجو والروعة بتاعته. هنا زي ما انتم شايفين هناك، شايفين الألعاب ديت، أنا كنت بحاول أجيب لكم الحاجات اللي موجودة في المكان على قد ما أقدر. هنا كنا خلاص بقى راجعين، والدنيا بدأت كده يعني الغروب، والشكل الجميل بتاع الغروب والمتعة بتاعة البحر دي حاجة تانية بصراحة. مين زيي بيتبسط قوي بالبحر. ده كان يوم من ايام المصيف بتاعنا. طبعا ما يحلاش المصيف ولا البحر غير باللمه، واحلى حاجه كانت اللمه. ده منظر بقى الغروب، وده شكل القريه بالليل، واوريكم شكلها دلوقتي بالنهار. ده شكلها كده بالنهار، جميلة قوي وهادية وحلوة، وزي ما قلت لكم متوفر كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. انتم شايفين دي طلعات بالليل، زي ما انتم شايفين محلات ورستورانتات كتير، وفي محلات طبعا بتاع التليفونات وصيدلية، وفي سوبر ماركتات صغيرة، وفي كمان بارتيشن بيكون بتاع حاجات، يعني ممكن يكون في تجميل، في اكسسوار، في حاجات كتير قوي، في عصاير ومأكولات ومشتريات، وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه موجود في قلب المكان. حتى تاكي بتاع المراتب والحاجات ديت. خلصنا فسحتنا، او خلصنا جولتنا، او خلصنا مصيفنا، واحنا راجعين في الطريق كده لقيت اخويا، ولقيت الطريق حلو قوي كده وفاضي. اي نعم كنت خايفه منه، لانه احنا جايين كان في، يعني بعد الشر يا رب عنكم وعننا، كان في حادثه، بس يعني برضو ما يمنعش ان الواحد يحاول كده يتجرأ شويه. فقلت لاخويا ايه رايك تركبني، خليني اسوق انا شويه. ف قلبه جمد كده، ويعني قال لك يلا. فصوت زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى كنت مركزة قوي قوي في الطريق، لان معايا اروح ومعايا اطفال وكده، ومش عايزة اخويا يقول لي لا انزلي ولا حاجة. فسقت حبة حلوين يعني، وبعدين جينا قرب برج العرب كده، فقال لي لا خلاص بقى، عشان دخلنا على حتة فيها كاميونات، يعني عربيات نقل وزحمه وكده، بدل ما تلعبيكي في الحته دي، ومش هتعرفي برضو تدخلي منين او كده. فقلت خلاص بقى خليني انا برضو ما اعملش نفسي ستريس، انا لسه جايه من المصيف، وخلينا ناخد كده حلاوه المصيف والحبه اللي عملناهم لراكس كده، بلاش نشد اعصابنا، خلي اعصابنا هاديه. المصيف حلو قوي قوي بيكون مع اللمه، والله ما بيفرق المكان اكتر ما بيكون اللمه والصحبه والايام الحلوه اللي بنقضيها مع بعض، او الساعات الحلوه اللي بنقضيها مع بعض. بجد بتبقى المتعه دي هي ديت، ان احنا كلنا متجمعين، ورب يجمعكم كلنا ويجمعني باهلي. هنا بقى قلنا احنا راجعين كده جعانين خلاص مش قادرين، فقلنا خلاص بمره نعدي على اي قريه ناكل فيها. فلقينا القريه دي اسمها قريه العزبه. بصراحه اول مره كنت اروحها، نضيفة قوي وحلوة وشيك بصراحة وهادية. هنا بقى كنا بدأنا كده، بنتي واخويا قاعدين، واختي تانية بتسلم عليكم. وده تقريبا جزء من المنيو اللي انا كنت بس مستغربه ان هو موجود، يعني كان في فطاير وحاجات كده اهوت، فقلت نتفرج عليهم ونشوف ايه الاسعار. ده الاكل بصراحه ما كنتش بصور الاكل، لان انا صورت جزء من الاكل وما صورتش الباقي. قلت يعني مش مشكلة، دي مشويات وحاجات بيبقى على حسب الطلب وعلى حسب الكميات اللي انت عايزاها. ده شاي الزردة طبعا مشهورين بيه القرى في الاماكن ديت، طبعا بيبقى شاي تحفة 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 بصراحة، انا بحبه قوي. وطبعا الليمون بالنعناع بتاعهم برضو جميل وتحفة. بس الاول كانوا بيدوا واحد
يعني بيدوه كده من غير ما بتحاسبي عليه، من عن يعني تجربة او هدية من عندهم، ودلوقتي بقى هم بيحاسبوا عليه. المهم دي مش هو ده موضوعنا، يعني ما جاتش على اللي هو بتاع ما جاتش على الليمون نعناع. ده المكان بقى بوريكم القعدات اللي موجودة. ده المسؤول او اللي بيجي ياخد منك الطلب. يعني زي ما انتم شايفين كده في قعدات كمان تكفي يعني عائلات او عائله كبيره قوي قوي، لو انت حابه تكونوا كتير او عدد كتير او اصحاب او كده. وفي طبعا ترابيزات للناس اللي بتحب تقعد على الترابيزه. طبعا انا بحب قوي لما بروح القرى اللي زي دي ان احنا نروح نقعد في القعده البدويه، لان هي دي بتكون يعني الانطباع بتاعها او ده الشكل الاساسي بتاعها. دي اللي كانت هناك دي كانت حمامات واماكن هم عاملينها بشكل بدوي وشكل بدائي، بس شكله شيك قوي وعاطي المكان انطباع حلو قوي. دي ترابيزات تانية عريضة والقعدة بتاعتها زي ما شايفين كده كنبات، وبرده لذيذة جدا. دي على البسين، والناحية التانية دي في زي مسرح او حاجة، يعني يمكن بيقدموا عروض ساعات. وزي ما انتم شايفين قرية كبيرة مش صغيرة ومتقسمة لكذا جزء، وهنشوف مع بعض. كان طبعا كان عندهم اليوم ده تصوير، كانوا بيعملوا زي اعلان للمكان، وبالصدفة كمان انا بصور. انا والله مش بعمل لهم اعلان ولا حاجة، انا بحاول اعمل الاماكن اللي انا روحتها واوريكم ايه الاماكن اللي ممكن تروحوها، تعرفوا عيوبها وتعرفوا المميزات اللي فيها، تقدروا تحكموا اذا كنتوا تروحوا او ما تروحوش. طبعا دي حريتكم انتوا. وهنا كان في جزء كده عاملينه كنافة على الفحم. بصراحة ما جربتهاش، بس كانوا يعني مش موجودين، بس كانت برضو من الحاجات الجديدة او اللي عرفتها جديد. هنا كمان عاملين جزء للفطير. كان في طبعا واحدة بتعمل الفطير وبيبيعوا جبنة قديمة والسمنة البلدي والعسل وكل الحاجات ديت، وفي جلياتي زي ما انتم شايفين كده. المكان حلو قوي قوي وممتع، لان في كذا حاجة. في كمان بسين تقدري تنزلي فيه الاطفال. واحنا ماشيين كده طبعا دي احد الشيفات اللي بيعمل الفطير والحاجات ديت، ودي الحاجات اللي بيقدموها والبرطمانات اللي انت تقدري تشتريها منهم. طبعا في مشلتت وفي فطير بشتى الاشكال والالوان. اطلعك كيف؟ لا اطلع سمك بس؟ فيش اسمك يعني لا تحت امر. نورتينا بقى. ميرسي. فيش اسمك؟ نعم؟ فيش اسمك؟ انا اسكندراني. في اسكندريه ما تاكلش اسماك؟ لا مفيش. طيب. نورتينا. الله يخليك. منتظر حضرتك بالك المهندسة. احنا كده نرجع مشويات باذن الله المره الجايه بقى ان شاء الله. ميرسي. تسلم. وزي ما انتم سمعتوا كده كان يعني بيقول لي على الاسماك الموجوده وكده، واحنا طبعا قلت له باذن الله المره الجايه نجرب الاسماك. وده المدخل او المكان من ورا كمان زي ما انتم شايفين. هم مهتمين قوي بكل تفصيله بصراحه في المكان، ومكان حلو قوي قوي. ويعني بشجعكم ان انتم تروحوا. في العاب كمان للاطفال، على الرغم ان هم لسه مش حاطين كل الالعاب، بس حاطين برضو جزء من الالعاب للاطفال. وفي بسين ده صغير، وفي البسين التاني الكبير اللي صورنا عنده. هما كمان ده المدخل اللي هو فيه الفازات الكبيرة، ده المدخل الأساسي أو الرئيسي. حاولت اجيب لكم تاني التفاصيل وانا راجعه بقى. وطبعا دي الطبليات اللي بيفرضوا عليها الفطير. شايفين طبليه كبيره ازاي، معناها ان الفطيره ايه حلوه يعني. بس بصراحه احنا كنا خلاص يعني تعبانين جدا ومرهقين وعايزين ناكل ونروح، لان خلاص عارفين انتوا الاخر اليوم ده بتاع السفر او بتاع الرحلات اللي زي دي بيكون خلاص، او بتاع المصيف. دي الحمام بقى، وده كان سيرفيسات هم عاملينها، وشايفين اللحوم المشوية وكده. ده كان الناس اللي كانت بتصور او الجزء اللي كان عاملينه للتصوير. طبعا دي ناس متخصصة بقى، مش بتصور زي طبعا دي كانت بعض الاطباق اللي هم بيقدموها زي ما احنا شايفين كده. وده البسين، ودي القعدة اهي البدوية والتقديم وحاجات جميلة قوي. شايفين الكرسي ده طبعا الولاد ما سابوهوش. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص والمصيف بتاعنا خلص. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بلايك وشير وسبسكرايب لفوفينا. بحبكم قوي.